يا صباح الخير. الشيخ أشرف الفيل والأستاذة دعاء فريد للمرة ال 18 يمكن في برنامجها اسأل مع دعاء. أرجوك لا تسأل مع دعاء، لا تسأل مع دعاء أرجوك. حقيقة نص الكلام اللي بيتقال عند دعاء محتاج دعاء إن ربنا يخلصنا من الكلام ده. الشيخ أشرف وهو بيتكلم عن المواريث، فهحاول احط لكم جزء من الفيديو ان قالت له ليه ما نحرمش الست، يعني زي لو عندي بنات ومتجوز واحده تانية يعني يكتب بناته الشقه، فقال لها لا ده كده يبقى ظلم. لو هو متجوز واحده غير مامتهم ويكتب للبنات، لا كده يبقى ظلم وضرب الست بالشلوت او حاجه كده، اداها شلوت او حاجه، يبقى كده ظلم الست. لكن قالت له بس انت قلت لي لو اخ ضلالي وانا عارف ان اخويا ضلالي اكتب الشقه لبناتي عشان ما اجيش يطردهم منها. والحقيقه قال لها ده موضوع وده موضوع تاني. يعني هو لو شايف ان اخوه ضلالي يكتب لبناته ويحرم اخوه من الميراث علشان اخوه هيطرد البنات من الشقه. انما لو متجوز واحده تانيه لا ما ينفعش، حتى لو هي ضلاليه لازم يسيبها علشان دي لها حق، دي مراته. انما اخوه لا. والحقيقة أنا مش عارف يعني ليه الناس مش قادرين يقدروا قدر أنفسهم أولا وقدر الله سبحانه وتعالى. يعني هل أنت يا شيخ أشرف أنت والأستاذة دعاء أحطوا بعلم خلق الله بما لم يحط به الله سبحانه وتعالى في خلقه؟ يعني أنت عرفت إن الأخ الضلالي دوت هيبقى ضلالي ويظلم البنات، بينما ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يعلم ان اخوك ضلالي؟ فانت قلت له ربنا معلش بقى بعد اذنك ده اخويا وانا عارفه ده ضلالي، فما يعني حكمك ما يمشيش علينا. ده كلام يا جماعه؟ انتوا بتعدلوا على مين؟ يعني انت بتعدل على مين؟ هل ربنا سبحانه وتعالى لم يكن يعلم ان اخوك هيبقى ضلالي او اخ اي حد هيبقى ضلالي عندما شرع هذا الميراث بهذه الكيفيه بهذه الدقه في المواريث كل نصيب ايه هو ومين، ولو ايه يبقى ايه، ولو ايه يبقى ايه، ولو ثلث وتوب؟ يعني بكل هذه الدقه جاي انت يا شيخ اشرف تعدي على ربنا سبحانه وتعالى تقول له لا اصل انا عارف ان اخويا ضلالي، انت مالكش دعوه، انت ما تعرفش. يا جماعه الكلام ده. وبعدين هو انت بترزق؟ يعني انت هتوقف رزق اخوك او انت اللي هترزق بناتك؟ يا جماعه انتوا ليه مش مقدرين انتوا مين؟ يا فندم احترم نفسك، يا فندم اعرف قيمه نفسك. انت ولا حاجه، لا تقدر تشرع ولا تقدر ترزق ولا تقدر تمنع. يا فندم أرجوك. واضح يا جماعة إن إحنا للأسف لازم نعرف الناس شيء مهم جدا. يعني إيه إسلام؟ واضح إن شيوخنا عايزين يدرسوا من الأول يعني إيه إسلام، يفهموا يعني إيه من هو المسلم. يا جماعة لما يكون عندك مشكلة، يعني أنا دلوقتي عندي بيت وقدامه حفرة، أسد الحفرة ولا أشيل البيت وأنقله قدام الحفرة؟ الشيخ أشرف عايزنا نعمل كده، عايزين نسيب الحفرة ونشيل البيت ننقله قدام الحفرة. يا جماعة التفكير ده. انت عندك مشكلة في المجتمع ان في ناس ظلمة، يبقى نعلمهم يا جماعة ان ما ينفعش تظلمهم، في حقوق. انت حضرتك مسؤول عن بنات اخوك اللي مات. نعرف الناس الدين، مش نتحايل على الدين ونوقف حد من حدود ربنا. يا جماعة لازم نفهم يعني ايه اسلام. سيدنا ابراهيم لما هو ده الاسلام بقى، هو الاسلام والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى. لما قال له يا بني إني أراني في المنام إني أذبحك، يا بني إني أراني في المنام إني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا جماعة هذا هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أعلى مراتب السلام إنك تكون مسلم، إنك تسلم أمرك لله. افعل ولا تفعل. إحنا ما بنعدلش، ما ينفعش تعدل على ربنا، أنت بتعدل على ربنا. انت فاهم انت بتقول ايه؟ هل انت يعني متخيل ان ربنا ما كانش عارف ان اخوك هيطلع ضلالي او اخ اي حد او اي حد تاني هيطلع مش مناسب، او ممكن تطلع الزوجه التانيه ضلاليه؟ يا جماعه لو سمحتوا ارجوكوا كل واحد يعرف قيمه نفسه. يا شيخ اشرف، يا شيخ اشرف، يا اخي احترم نفسك، احترم نفسك. بتعدل على رب العالمين، لا اله الا الله. ونسيت قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
مما قضيت ويسلموا تسليما. يا جماعة، يا جماعة، يا أخي سلم. وبعدين إيش عرفك؟ إيش عرفك؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تعرف منين؟ يا جماعة أنتوا يعني عايزين نشرح لكم يعني إيه إسلام من أول وجديد؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يا شيخ أشرف، يا جماعة بطلوا تدلوا الناس، بطلوا تدلوا الناس، ما تلعبوش في أحكام ربنا أرجوكم. ما تسمعوش كلام الناس اللي عايزة تضلكم، اتبعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى فقط فقط. ما تخلوش أي حد يأثر عليكم. مفيش حاجة اسمها أصل لو أخويا ضلالي ولا أخويا مش عارف إيه أعمل إيه عشان أحرم. اوعى اوعى اوعى. أنت مش هتحمي حد ولا تقدر تحمي حد. واعرف إنك هتقف قدام ربنا لوحدك. بناتك دي اللي أنت بتحاول تحميها في الدنيا يوم القيامة، ما أقولكش بناتك وحشين أو ولادك وحشين أو بناتك، لأ، ولكن يوم القيامة يوم الحساب بقى اللي هتتحاسب فيه. لو قلت لواحدة فيهم أنا عايز حسنة، ما أعتقدش إنها هتديك. كل واحد يوم يفر المرء من أمه وأبيه وأخيه وكل واحد له شأن يغنيه. مفيش حد هيدي حد حاجة. أرجوكوا لو سمحتوا ما تسمعوش كلام الناس الضالية، واسمعوا كلام ربنا سبحانه. انفذوا أوامر الله سبحانه وتعالى في كل شيء. مفيش حاجة اسمها أصل أنت ما تعرفش أو ده أصل دوت كان إيه وده وحش. أبدا أبدا أبدا. ومحدش هيقف معاك، وساعتها مش هتقول إن دوت قال لي وده عدلي. ارجوكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك، تيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.